من قديم الأزل والإنسان بيحاول يدور على الراحة، ده طبعه من أول سيدنا آدم لحد دلوقتي. والراحة دي بقى بتتهدد بعوامل كتير قوي، أهمها المرض لأنه بيكسر إحساس الأمان والراحة. وطبيعي ساعتها الإنسان هيبدأ يدور على الخلاص، وإنه يبدأ يرتاح من الوجع اللي طالع ده، اللي هو بمفهوم آخر العلاج. ومن وقتها والناس بدأت تربط ما بين الراحة وما بين العلاج، وكأنها الراحة تعني بالضرورة العلاج. تيجي انت تسألني وتقولي وكأنها هي مش الراحة تعني بالضرورة العلاج؟ أقول لك صلي على النبي. أنا مصطفى سليم، هنا حكيم أعصاب. يلا بينا نخش في الحلقة. طبيعي الإنسان يدور على الراحة، ولا هل طبيعي إن الإنسان يدور على العلاج؟ هتقولي هو في فرق ما بينهم يا سليم؟ هي مش كل راحة تعني العلاج؟ هقول لك لا يا قلب أخوك، ده في اختلاف، وفي اختلاف كبير قوي 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 كمان. تعال اشرح لك. في مفهوم كبير عندنا في الأعصاب اسمه البين كنترول ثيوري، تحكم المخ في الألم اللي واصل ليه. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جهاز كامل في الجسم، جهاز عصبي كامل عشان بس يحسسك بالألم والأضرار اللي ممكن تحصل لك، ويبدأ مخك يديلك الإحساس بالألم كإنذار ليك إن في مشكلة حصلت عليك إن أنت تاخد بالك منها وتعالجها في أقرب وقت ممكن. تقولي مش فاهم، أقول لك هديك مثال مشهور عليها. انت لو حطيت ايدك دلوقتي على جسم سخن قوي وبالبلدي مولع، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي انت دلوقتي وتقول لي هشيل ايدي فورا، وهلاقي نفسي بقول وبحرك ايدي بشكل مستمر. هقول لك هل انت بقى اللي عملت ده، ولا جسمك هو اللي عمل ده بشكل لا ارادي بدون تحكم منك انت شخصيا؟ يعني بالبلدي ما عداش عليك. هتقول لي لا أنا اللي عملت ده. أقول لك لا، ما حصلش، ده جسمك هو اللي عمل كده وبدون تحكم منك في أقل من أجزاء من الثانية. طب إزاي جسمك عمل كده؟ الموضوع بسيط. أنت لما تحط إيدك على حاجة سخنة بتبدأ مستقبلات الألم اللي إحنا بنسميها النوسيسيبتوس، واحفظ الاسم ده عشان هنحتاجه في الحلقة 2 أو 3 كمان. تبدأ مستقبلات الألم دي تبعت للمخ عن طريق سيالات عصبية معينة، تبدأ توصل للمخ، والمخ اللي بدوره بيستقبل الإشارة دي ثم يترجمها ثم يدي استجابة اللي احنا بنسميها الاستجابة المناسبة. تبدأ الاستجابة المناسبة دي تقوم بالأكشنز اللي حصلت اللي انت ما تحكمتش فيها، زي ان انت شلت ايدك، او ان انت قلت او ان انت حركت ايدك بشكل مستمر بطريقة لا ارادية. دي الليلة باختصار شديد قوي اتشال منها تفاصيل اكتر مما تتخيل، بس مش مهم، نرجع لحدودتنا. هل بقى انت لما شلت ايدك من المصدر السخن ده تبقى راحة ولا علاج؟ فكر فيها كده. لو هتقول لي راحة هقول لك لا يا قلب اخوك، شيل ايدك هنا هو العلاج. هتقول لي انا تهت منك ومش فاهم المعنى ما بين الاتنين. تعال بقى نشرح لك الفرق ما بين الاتنين، لان دي قاعدة مهمة احنا هنبني عليها كل الكلام اللي جاي. معنى كلمة علاج يا قلب اخوك هي ازالة السبب المسبب للألم. اقول تاني؟ حاضر. معنى كلمة علاج هي ازالة السبب المسبب للألم، يعني تشيل المشكلة خالص من بابها وتقضي عليها تمام. يعني لما نرجع لحدوتتنا اللي احنا شرحناها دي، طول ما ايدك على المصدر السخن ده هيحصل فيه اضرار ووجع، بل اتلاف للانسجة بتاعت جلدك اللي هو الحرق يعني. وبالتالي العلاج هو ان انا اشيل الايد الاول من مصدر الضرر ده.
فبالتالي علاج المشكلة دي ايه؟ هل ان انا امنع احساس الحرارة بس من ان هو يوصل للمخ، ولا ان انا اشيل ايدي وابعد جسمي عن مصدر الخطر ده تاني عشان ما يحصليش اي اضرار تانية؟ هتقول لي ايوه كلامك مظبوط، العلاج هو ان انا ابدا اشيل ايدي من مصدر الحراره ده وبالتالي ما يحصليش اي اضرار. هقول لك طب ليه العقل ما حسسكش الاول بالراحه قبل ما يبدا في العلاج وقبل ما يشيل ايدك من المصدر السخن ده؟ هتقول لي مش فاهم، انت ناوي تلخبطني ليه يا سليم؟ اقول لك استنى بس وخلينا نفضفض مع بعض في المسلسل بتاعنا ده. اروح بس اجيب كوبايه ميه واجي. هو مش كان ممكن العقل ده بدل ما يسحب ايدي من المصدر السخن ده، كان بدل ما يسحب الايد ويبدأ في العلاج كان وارد ان هو يقطع السيالات العصبية دي او ما يحسسكش اصلا ان في ألم، ما يترجمش الاشارة وبالتالي ما يحسسكش اصلا ان في مشكلة او ان في ألم، والدنيا تبقى معاك زي الفل حتى لو فضلت ايدك موجودة على المصدر السخن ده. هتيجي تقول لي والله كلام مظبوط، كان ممكن العقل ان هو يعمل كده. اقول لك عظيم، لو حصل كده بقى يبقى ده معناه ايه؟ ان انا مش هحس بالضرر ده. طب ده معناه ايه؟ ان انا هحس بالراحة. طب هل الراحة دي عالجتني ولا لا؟ ما عالجتنيش. ليه؟ لأني لسه إيدي ملامسة للمصدر ده وبالتالي لسه جسمي بينضر منه، بس أنا اللي مش حاسس بالرغم من إن عندي إحساس الراحة. فأفهم من كده إيه؟ إن الراحة لا تعني بالضرورة العلاج. شفت انت بقى لما بتفهم وشك بينور ازاي؟ طب شفت مخ واعصاب عظمه ازاي؟ بمناسبه العظمه دي انت عملت لايك ولا لا؟ ريحني. انت تقول لي بقى اريحك ولا اعالجك؟ اقول لك ما تخليش الحلقه تاثر عليك، وبعدين هتعالجني في ايه يا عم؟ انا الحمد لله سليم زي ما انت شايفني كده. وبس كده يا حبيب اخوك، دي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. اشوفك ان شاء الله في حلقات جايه قريب. سلام. ايه ده؟ هو انت صدقت؟ انت زهقت مني؟ ده احنا حتى ملناش غير بعض، والله حتى انت قعدتك حلوه وما يتشبعش منها، وعلى رأي المثل قعدة الراجل ب100 ست، وإن جت الست خلينا في موضوعنا احسن. احنا كنا بنقول ايه؟ ان مش كل الراحه تعني بالضروره العلاج. طب خد لي بقى القاعدة دي كده بسلطاتها ببابا غنوجها وارميها لي في العمود الفقري. أنا مثلا لو عندي غضروف في العمود الفقري، وليكن عندي غضروف أسفل الظهر، والغضروف ده بقى مثلا عامل لي تنميل، عامل لي حرقان، عامل لي وجع، عامل لي أي حاجة خالص، تمام؟ علاجه إيه؟ هتقول لي هل العلاج ولا الراحة؟ أقول لك عظيم جدا جدا جدا. أهو أنت بسؤالك ده لخصت حاجات كتير وجبت النهاية. في فرق كبير هنا لما أجي أعالج المشكلة دي وما بين إن أنا أحسس الإنسان المريض ده بالراحة. حتى لو انت جيت قلت لي طب ما هو برضه يا دكتور احساس الراحه ده بيبقى مهم جدا للشخص المريض، يعني انا لو واحد مريض هيبقى مهم برضه معايا مع احترامي لكل الكلام اللي احنا قلناه ان انا احس بالراحه عشان حتى اعرف اكمل العلاج، زي مثلا العلاج الطبيعي او اي علاج بياخد وقت. احساس الراحه ده معايا مهم جدا. فانا بقى اقدر احقق الراحه دي ازاي؟ اقول لك عندك طريقتين، يا اما العلاج اللي احنا اصلا بدأنا فيه ده هو اللي بيوصلك للراحة، زي مثلا العلاج الطبيعي، فكل جلسة ورا التانية بتزود معاك احساس الراحة. تقول لي لا انا عايز راحة تريحني في اليوم نفسه
وانا لسه في بداية المشكلة عشان اعرف على الاقل اعيش حياتي وعلى الاقل اعرف امارس حياتي بشكل طبيعي. اقول لك عظيم، وانا متفق معاك جدا. عشان كده في طريقة تانية اللي هي انك توقف المخ انه يستقبل الاشارات العصبية اللي جاية له من المشكلة دي، وبالتالي ما يحسش بالألم. والكلام ده بيحصل بطريقتين. اول طريقه ان انا ادخل مواد كيميائيه المخ. المواد الكيميائيه دي تبدا ان هي تمنع كل الشغل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده في الجهاز العصبي انه يشتغل. يعني مثلا ممكن مواد كيميائيه تثبط المستقبلات الحسيه اللي موجوده في الجلد عن ان هي تقوم بوظيفتها، وبالتالي مش هتحس اصلا ان في مشكله موجوده في الجلد، وبالتالي مش هترسل للمخ عبر السيالات العصبيه اي احساس بالالم، فبالتالي المخ مش هيحس بالالم ده. او مثلا ان مواد كيميائيه اخرى توقف السيالات العصبيه اللي طالعه للمخ اللي بتقول له خد بالك في الم في النقطه دي، وبالتالي برضه المخ ما يحسش بالالم. او في بعض الاحيان وفي الحالات الكبيره حبتين ثلاثه المواد الكيميائية دي ممكن تثبط مراكز المخ عن إنها تستجيب للإشارة العصبية دي، وبالتالي برضو المخ مش هيحس بالألم، وإنت مش هتحس بالألم لفترة معينة لحد ما المواد الكيميائية دي مفعولها يروح فترجع كل حاجة بشكل طبيعي. يعني بالبلدي بتسكن الألم شوية، عشان كده سميناها المسكنات. وفي بقى الطريقة التانية، والطريقة التانية دي هي اللي اتبنت عليها كل الخرافات اللي اتقالت في علاج العمود الفقري اللي ما أنزل الله بها من سلطان، بل بالعكس في أحيان بتزود الضرر على العيان زي ما هنجيلها قدام شوية. إيه بقى الطريقة التانية دي؟ إنك توصل للمخ إحساس تاني غير إحساس الألم اللي أنت كنت حاسس بيه، فالمخ يبدأ يحس بالإحساس التاني وينسى. وحط 100 خط تحت كلمة ينسى، لأن هنا كل كلمة في محلها. وينسى إحساس الألم ده شوية، فأنت تحس إنك ارتحت. هتقولي مش فاهم حاجة وتهت مني. أنا مقدر ده جدا، وعارف إن الحلقة بتاعت النهاردة ممكن تبقى صعبة حبتين ثلاثة. عشان كده اعمل كوباية القهوة وتعالى نكمل الحلقة مع بعض ونشرح المعنى ده كويس أوي. فاكر القاعدة اللي احنا قلناها في أول الحلقة اللي هي البين كنترول ثيوري، اللي هي تحكم المخ في الألم اللي بيوصله؟ فاكرها؟ طب هاتها تاني عشان احنا هنحتاجها هنا، وتعالى اشرح لك بنفس المثال اللي احنا شرحناه قبل كده، وهو المصدر السخن. هو انت دلوقتي مش بعد ما شلت ايدك من المصدر السخن ده بدأت تحس بوجع في المكان اللي اتلسع، فبدأت تحس بألم في المنطقة دي؟ تقول لي مظبوط. هقول لك طب انت مش واخد بالك ان المخ الاول شال ايدك من مصدر الضرر ده، وبعدها طبعا في اقل او في اجزاء من الثانيه بدات تحس بالوجع اللي بيبقى موجود في ايدك؟ هتقول لي كلام مظبوط. وقبل ما انت تيجي تشرحه انا فهمت القصه ان انا بشيل مصدر الضرر الاول ثم بعد ذلك احسس الانسان بالراحه. اقول لك كلام عظيم جدا جدا جدا، وانت كده زي الفل، وتيجي تقدم الحلقه مكاني كمان. بس مش هي دي النقطة اللي أنا جاي أقولها لك دلوقتي. أنت أول ما بتبدأ تتلسع أجدادنا وكل الناس اللي حوالينا بتقول لك إيه؟ بتقول لك الحق حط حتة تلج على مكان اللسع، صح؟ طب حتة التلج دي بتعمل إيه؟ أول ما تحط حتة التلج على المكان اللي حصلت فيه المشكلة فتبدأ تحس بالبرودة والسقعة بتاعت حتة التلج، وتنسى شوية إحساس الألم. مش ده اللي بيحصل؟ تقول لي مظبوط. أقول لك طب الكلام ده بيحصل إزاي بقى؟ فاكر لما قلنا إن في مستقبلات حسية معينة اسمها النوسيسيبتوز هي اللي مسؤولة عن إحساس الألم؟ تقول لي فاكر. وأقول لك فاكر كمان إن إحنا قلنا لك احفظها عشان هنحتاجها تاني، وهو دلوقتي إحنا احتاجناها تاني.
احساس الالم بيبقى ليه مستقبلات حسيه معينه اللي هي النوسيسيبتوس، بتروح من خلال اشارات عصبيه معينه. الاشارات العصبيه دي اسمها سي فايبرز، وركز على الاسم كويس. السي فايبرز دي تطلع على المخ يبدا يستجيب، تحصل الاستجابه المناسبه اللي احنا شرحناها. طب لما تتحط حته التلج بقى هيحصل ايه؟ تبدأ مستقبلات حسية تانية. أنا ما بتكلمش في ألم، أنا بتكلم بإحساس بحرارة أو في إحساس ببرودة. ففي مستقبلات حسية تانية خاصة بالحرارة أو البرودة تبدأ تستقبل الإحساس ده، وتبدأ تبعته في تيارات عصبية تانية عن التيارات الأولى بتاعت الألم، أسرع منها، فتوصل للمخ اسرع من التيارات بتاعت احساس الالم. تقول لي تمام، طب انا المفروض كده احس بالاحساس بتاع البروده بتاع التلج واحس برضه بالاحساس بتاع الالم. اقول لك لا، لان المخ فيه قاعده واضحه وصريحه وثابته ان هو بيترجم اشاره واحده بس، فبالتالي المخ بيترجم الاشاره الاسرع مش الاشاره الاقوى. وهنا كل النقطة ان الاشارة اللي بتوصل اسرع للمخ المخ بيستجيب ليها، والاشارات اللي تيجي بعد كده ما يستجاب لهاش ويقول لها اركني انت بقى شوية. فعشان كده انت لما تحط التلج على المكان بتاع المشكلة بتبدأ تحس ان المكان ده بقى ساقع، وتبدأ تحس بالبرودة بتاعت التلج وتنسى شوية احساس الألم. فهمت؟ طيب هات بقى اللي احنا قلناه ده وتعالى نعمل قاعدة واضحة وصريحة ومهمة جدا، ودي اللي هنطلع بيها من الحلقة. اي حاجة بتتعمل عشان توصل للمخ احساس تاني غير الاحساس اللي انت بتتألم منه مش علاج، مسكن. قاعدة واضحة وصريحة ومهمة، اقولها تاني؟ حاضر. اي حاجة بتتعمل عشان توصل للمخ احساس تاني غير الاحساس اللي انت بتتألم منه فيهدى الألم، ده مش علاج، ده مسكن. وطبق القاعدة دي على كل حاجة بتتقال في العمود الفقري، كل حاجة بلا استثناء. بداية من الناس اللي بتضرب العمود الفقري بالعصاية ويقول لك علاج غضروف العمود الفقري بالعصاية. طبعا ده علاج ما أنزل الله به من سلطان، لأن هو كل القصة إن العصاية بتعمل ضغط على العمود الفقري، فأنت تحس بالضغط وما تبدأش إن أنت تحس بالألم، فتحس إنك ارتحت. ومع المسكنات والمراهم اللي انت بتفضل تاخدها تقول انا بقيت كويس، انما بالعكس المشكلة لسه زي ما هي، بل وممكن تكون اكتر، لان ممكن الضغطة وزي ما بنشوفها تبقى شديدة جدا تعمل لك مشاكل توصل لحد كسر فقرات العمود الفقري، ودي احنا شفناها كتير قوي. لحد الناس اللي بتنيم العيان على بطنها وتبدأ ان هي تحط عليها بطانية وتولع في البطانية، ربنا ينتقم منهم. طبعا انت فهمت دلوقتي ان انت لما بتشوف النار كده فوق الجسم بتاع الشخص المريض عملت حرارة، انت فاهم بقية القصة. خد بقى من كده حاجات كتيرة قوي لدرجة ان في ناس بتمشي تعابين على ظهر العمود الفقري او ظهر المريض، وقسما بالله شفتها بعيني. يقول لك اصل التعبان بيعمل ضغط فيعالج الغضروف. لو النبي قال لك تعبان بيعالج الغضروف، ما علينا. للشاكوش اللي بيتضرب على العمود الفقري عشان برضه يعالج الغضروف، لكل الحاجات اللي احنا بنشوفها ويقول لك عليها انها علاج لغضاريف او علاج اي مشاكل في العمود الفقري. تيجي انت بقى تسألني وتقول لي طب بعد كل ده ايه العلاج بتاع العمود الفقري وازاي نقدر نعالج المشاكل اللي موجودة في العمود الفقري؟ اقول لك العلاج انك تتفرج على الحلقات اللي فاتت، وانك تستنى الجزء الثاني ان شاء الله في الحلقة دي، عشان احنا كده طولنا جدا والحلقة كمان تقيلة وانا شايفك دلوقتي فصلت وهيست مني على الاخر. انك تستنى الجزء الثاني من الحلقة اللي احنا هنتكلم فيه عن العلاج بمشيئة الرحمن، والعلاج الفعلي بقى، العلاج العلمي والصح اللي احنا بنتعامل فيه مع العمود الفقري ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. ولو انت بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتنزل تكتب لنا في الكومنتات تحت ايه المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتفرج عليها الفترة اللي جاية. ولو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني باللايك والمنشن والشير.
اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا بكون موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه يوم الخميس اللي جاي، وخليني بقى اروح اشوف ابو تعبان اللي بيعالج الخطوف ده. سلام. تعال انت بقى كده عشان انت خانقنا من الصبح. تعبان ايه يالا اللي بيعالج العمود الفقري يالا؟